السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم جميع إخواني أخواتي في فيديو جديد. إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الطلبيات ديال لي طرونش وديال طورطات اللي ساهلين بكثير، علاش لا الناس اللي بغاو يدخلوا لهذا الميدان وإن شاء الله يبداو فيه، يتوكلوا على الله ربي يعوين. راه شي حاجه اللي هي زوينه صراحه ونقيه، كتخدميها من البيت ديالك وكتدفعيها هكذا كاين المحلات المخابز المحلبات اللي قرابين ليك. مهم ان شاء الله انسان يتوكل على الله وفي نفس الوقت غادي يكسب كليان وغادي ان شاء الله يجيو حتى لباب الدار. بطبيعه الحال غادي نوريكم ان شاء الله جميع الطرق ديال الكريمه ديال الجينواز ديال الكلاصاج، طريقه التزيين بالشوكولات. ان شاء الله كل شيء غتشوفوا معايا في هذا الفيديو، فمرحبا بكم. اول حاجه كتحضروا الجينواز بطبيعه الحال. هنا ان شاء الله غادي نحضر تقريبا عندي جوج طورطات اللي هما كبارين وثلاثه ديال الحلويات اللي هما ميني حلوه لاكريم، وعندي لي طرونش، يعني غادي نحتاج تقريبا 6 ديال الجينوازات. بالنسبه لهذا الجينواز نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف باش ان شاء الله تشوفوا الطريقه ديالو بالتدقيق، راني نديره معكم في القناه. هنا اخواتي بالنسبه لهذا الشكل هذا ديال الورده غنحتاج فيه جوج ديال الجينوازات، يعني ما غتحتاجوش جينواز بزاف، وعادي ان شاء الله غادي تبقى لكم باش انكم تطبعوا شكيلات ديال الميني حلوه لاكريم. صراحه يعني ما غاديش تضيعوا نهائيا في هذا الجينواز اللي غيبقى لكم. لاحظوا شكلت منها هذا الشكل ديال القلوبه، يعني صراحه هاد الميني حلوه لاكريم زوينين وان شاء الله غنشارككم معكم كذلك بالثمن، يعني ما غاديش تضيعوا نهائيا. لاحظوا يعني كنلاقي طرف مع طرف باش هكذا هاد القطعات اللي كيجيو هكذا كاينه فيهم نص نص راه غيجيو في الوسط ديال الحلوه. كذلك هنا خديت يعني طابع اولا هاد السيركل ديال اللي على شكل قلب اللي هو كبير. بطبيعه الحال حتى هو احتاجيت فيه فقط جوج ديال الجينوازات، يعني نقدر نقول لكم العبار ديال هاد جوج جينوازات بالكامل في الطول 68 سنتيم على 34 سنتيم، يعني الا لقيتو العبار راه تخدموا غير في طاوه وحده وتخرج لكم جينوازه وحده. انا لانه عندي الفران مربع وصغير يعني ما غاديش تجيني. اللي عنده فران كبير دير هذا العبار هذا وتنوض نايضه وصافي وهانتوما كملتوا الجينواز ديالكم. لاحظوا حتى هنايا يعني هذوك القطع ديال الجينواز اللي تبقاو ليا شكلت منهم هكذا قلوبه وغنصوب منهم ان شاء الله ميني حلوه لاكريم. من بعد ما قطعت معكم الاشكال غادي ان شاء الله ندوز باش انني نصوب الكريمه. هنا البنات هاد الكريمه هذه فيها 500 مليلي، غنقسمها على جوج ديال الباسينات لان صراحه هاد الماركه البنات زوينه كتعطي في الكريمه. لاحظوا البنات غير بهاد 500 مليلي اولا نص لتر ديال الكريمه غادي ان شاء الله نصوب جوج طورطات كبارين وثلاثه ديال الحلوه ديال لاكريم، يعني 3 ديال ميني ديال حلوه لاكريم ما شاء الله غير بنص لتر غادي ان شاء الله نصوبوا هذه الكميه. هنا قسمتهم، درت كل باسينه وحده درت فيها الفاني والسكر حسب الذوق، وكذلك الثانيه درت فيها البودر كاكاو اللي هو مر طبيعه الحال، ودرت سكر سنيده باش هكذا كينا جينا المذاق ديال الكريمه هو هذاك. هنا كنطلع في الكريمه بطبيعه الحال من بعد ما وجدتهم. لاحظوا كيفاش كتجي طالعه وغزاله صراحه. مهم اخواتي يعني خدموا بالكريمه اللي عندكم، غير هي تكون فيها نسبه الدهنيات قريبه ل 30% او ل 29 او ل 27. المهم هذه كتكون فيها تقريبا 27%. هنا اخواتي كيف ما كتلاحظوا خدينا غنمشيو للطريقه ديال المونتاج. ما غتحتاجوا لا سيركل لا والو، يعني غير ديروا القطعه الاولى ديال الجينواز سقيتها بالسيرو. السيرو كديروا درت جوج كيسان ديال الماء لان انا غنخدم بنفس السيرو، درت جوج كيسان ديال الماء وكاس سكر سنيده ودرت الفاني. بغيت ان شاء الله نكمل بنفس السيرو، نتوما بامكانكم ديروا النكهه اللي بغيتو. صافي هادوك جوج قطع اللي هما مقطعين درتهم في الوسط. دائما الى الجينواز ما كانتش كامله فماشي مشكل ديروها في الوسط، مهم ما تجيش باينه، ماشي ديروهاش في الاول وما ديروهاش في الاخر. هنا كذلك كندير واحد الطبقه اللي هي لا باس بها ديال الكريمه، يعني كتجي باينه، وفي نفس الوقت راني كندير الطبقه الاخيره ولكن تقلبوها ديما الطبقه الاخيره قلبوها. وهنا ان شاء الله نحاول نقاد مزيان ونسقي مزيان بالسيرو. هاد الطبقتين الاخيرتين نسقيوهم مزيان
وصافي. وكندير الطبقه الاخيره ديال الكريمه وفي نفس الوقت راني كنلبسها بالكامل. صراحه هاد الطورطات هادو لقاو اقبال كبير بزاف من عند الكليان، وفي نفس الوقت يعني من عند الناس اللي كنتعامل معاهم يعني عليهم الطلب بكثره. وان شاء الله غنشارك معكم في اخر لا فيديو يعني شحال فيهم ديال العبار، وفي نفس الوقت بشحال كندفعهم، وان شاء الله جميع التفاصيل كيف ما كتلاحظوا. يعني كنحاول نوريكم حتى طريقه المونتاج بالتدقيق. صافي كتفينيوها مزيان وغادي ان شاء الله نحيدها من هاد البلاصه هذه باش ان شاء الله نوضع حبه يعني شكل تاني. صافي توضعوها في سيركل ونرجعها للمجمدين ان شاء الله. تبات ليله كامله حيت حتى الغد اللي عاد غادي نفينيهم. وبامكانكم الا بغيتوهم في نفس النهار خليهم غير ساعه المكانه في المجمد وصافي وخدموا بهم، لان هاد الكريمه كتكون عاقده. هنا ميني حلوه لاكريم اللي هما على شكل قلوبه. لاحظوا حتى هما غنديرهم بنفس الطريقه. لاحظوا هادوك اللي جاو طروفه راني درتهم في الوسط. صافي يعني ما غنحتاجش ندير السيركل نهائيا، وغادي ان شاء الله نتبع نفس المراحل الجينواز والسيرو والكريمه، وهكذا صافي كنحاولوا نثبتوها ونقادوها مزيان مزيان. وكنستمر باش انني نفينيها من الجوانب حتى كنحصل عليها بهذا الشكل هذا. وان شاء الله دابا ندوز معكم للشكل ديال الطورطه اللي هي على شكل ورده اللي هي كبيره. وهنا غادي نستعن بالسيركل لانني كنغطيها من الجوانب بالكريمه. كتجي على شكل حلوه بلا موش شوكولاته البنات، كتجي غزاله ما تفرقيش بانها مخدومه غير بالكريمه العاديه. كتجي عاقده ولو تحيدوا السيركل من بلاصتو راه كتجي تماما كانها مخدومه على شكل حلوه كلاص. لاحظوا درت الطبقه الاولى ديال الجينواز اللي درت الجينواز السوداء، سقيتها بالسيرو ودرت الطبقه الثانيه ديال الكريمه. ولاحظوا كيفاش كنخدم بهذه الطبقه، يعني كتحاولوا انكم تلبسوا هذوك الجوانب مزيان مزيان طلعوهم حتى الفوق. عاد غادي نوضعوا الطبقه الثانيه ديال الجينواز، ولكن البنات راني نقص منها، يعني نقص منها من الجوانب هذوك الدوائر، يعني الجوانب ديال هذاك الشكل ديال الورده قطعت منهم باش هكذا يجيوني في الوسط وهذيك الكريمه تبقى على برا. فهمتوني؟ مهم هنا خديت السيرو كنسقيها مزيان هاد الطبقه هذه، يعني سقيوها. الا بغيتو ديروا هاد الطورطه ديروا ليها السيرو بنكهه القهوه فتعوضوا الفاني بنسكافي. هنا نديروا الطبقه الثانيه ديال الكريمه، وهنا الطبقه الاخيره ديال الجينواز حتى هي بطبيعه الحال نقص منها باش هكذا تجي مغطيه الحلوه كامله بالكريمه. ما غتميزيش بانها مخدومه غير بالجينواز وبالكريمه العاديه عوض انها على حلوه كلاص. وبزاف صراحه في المحل كيجيو كيسحبوا على ان هاد الحليوات كيكونوا مخدومين بالكلاص. المهم اخواتي غادي نحاول نفينيها من الجوانب ونديرها في المجمد حتى الغد لي ان شاء الله، وغادي نفينيها معكم بطبيعه الحال ونرجعها السيركل ديالها باش هكذا تبقى شاده في راسها وثابته وصافي. وغادي ندوز كذلك الشكل ديال القليب اللي هو بالاسود حتى هو نفس الطريقه، ولكن هنا غندير لاحظوا ملي كيكون عندنا جينواز سوداء الكريمه كنديروها بالبودر كاكاو، يعني تجي كريمه اللي هي بنيه، يعني كتكون بالبودر كاكاو عندها واحد النكهه ديال الشوكولا. فهمتوني البنات؟ الا كانت الجينواز بيضاء بالفاني فبطبيعه الحال حتى الكريمه غتكون بالفاني، يعني دائما كنمشيو نناسقوا في النكهات. صافي. مهم حتى هي بنفس الطريقه ديال المونتاج 3 طبقات كتجي صراحه عاليه شويه، ولكن ان شاء الله غنقول لكم في اخر لا فيديو من بعد ما غنزينوها ونكلاصيوها يعني شحال فيها ديال العبار شحال عطاتني وبشحال غاديه ندوزها بطبيعه الحال. كلشي ان شاء الله البنات علاش لا اللي بغاو يخدموا هكذا ميني حلوات لاكريم ويبيعوهم صراحه راه زوينين البنات، راه كيتمشاو، كونوا اكيدين انهم كيتمشاو، لانه كاين اللي ماشي باستطاعته ياخذ طورطه كبيره كياخذ هكذا وحده، يعني وحده ميني حلوات لاكريم صراحه كتجي اسهل وصراحه راه زوينين بزاف. صافي من بعد ما فينيتها نضيفها كذلك مع الطورطات الاخرين حتى ان شاء الله ندوز معكم دابا لي طرونش. هنا البنات هذا خديت نص سيترو الثاني. في الاول خدمت معكم نص سيترو الاول قسمته على جوج، وهنا خديت نص سيترو الثاني راه نفس الباسينات البنات. هذا راه خدمت اللي كانت فيه ديال بودر كاكاو راني
مني كملت منه راني ضفت له نص الكميه ديال الكريمه وضفت ليها النكهه ديال الكاسيس. لاحظوا البنات كيفاش عطى اللون نكهه الكاسيس، والثانيه خليتها بنكهه الفاني، يعني هذيك نص سيترو الثاني راني قسمته على جوج. علاش البنات؟ باش هذوك الجينوازات الجوج اللي تبقاو لي، لاحظوا انني خدمت 6 الجينوازات، الجوج الاولين خدمت بهم الطورطه والقلوبه، وجبت جوج ثاني كذلك الطورطه الثانيه، وهذيك ما تبقى لي خدمت بهم درت القلوبه. صافي ركزوا معايا. من بعد بقاو لي جوج جينوازات هما هادو البنات. ها هي الجينوازه الاولى يعني خليتها في الاطار ديالها، السمك ديالها 34 سنتيم على 34 سنتيم وصافي، ووضعت ليها السيرو بطبيعه الحال سقيتها. وهنا درت الطبقه الاولى ديال هاد الكريمه، يعني بحال نقولوا رابعه. هنا هاد الطبقه الاولى هزت لي رابعه ديال الكريمه، وغادي نخلي منها مازال بحال نقولوا غير 200 غرام 200 مليلي ديال الكريمه طالعه اللي خدات ليا في هاد الطبقه الاولى بطبيعه الحال، لانه السيركل راه كبير وغنصوب منهم لي طرونش. صافي كنحاولوا نقادوا هاد الطبقه هذه اللي مصوبه بالنكهه ديال الكاسيس، وغادي نزيد الجينوازه الثانيه، لانه البنات درت هنا جوج جينوازات، وحده سوداء وحده بيضاء، نبدلوا شويه. وكذلك راني سقيتها، وكذلك هنا درت الكريمه البيضاء هي الاخيره. وصافي غادي نحاول نقادها مزيان في الجوانب، وعاد غادي نستعن بسباتشيلا لانه البنات هذا هو الوجه، يعني غيكون هو السطح ديالها. نقادها مزيان مزيان ان شاء الله، وغادي نفينيها ضروري، لانه ان شاء الله مني غادي نديرها في المجمد، يعني الغد ليه غادي نجبدهم مع الطورطات وغادي نكلاصيهم بطبيعه الحال. هذه الطريقه صراحه سهله وصافي كتفينيوها بهذه الطريقه هذه وغتحتفظوا بها في المجمد. ندوزو دابا البنات للشكلاط، يعني الا بغيتو تزينوا بالشكلاط نوريكم الطريقه. خديت هنا الملمع الذهبي على شكل بودره ودرتو في واحد الفرشات، وبديت هكذا كندير بحال ما هكا، يعني بحال كيترشوا بحال غير كنرشوا فوق هذيك البلاستيكه. هاد البلاستيكه اخواتي هي اللي كتكون فيها ديك الرشمه ديال الشكلاط. انا بطبيعه الحال خدمت بها واحد مره في كوموند، وبقات لي داك البلاستيكه ما غنلوحهاش نهائيا، ضروري انني غادي نخليها باش هكذا غنبقى نخدم بها مره ندير بها هكذا كاينه شكيلات. وصافي ذوبت الشوكولاط الاسود ودرت واحد الطبقه عليها من الفوق، يعني الطبقه ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بطبيعه الحال. صافي كتحاولوا انكم تبسطوها بحال ما هكا اولا تسرحوها عليه، وديك الساعه كتهزوا البلاستيكه من بلاصتها باش كتنظفوا داك المكان اللي كانت فيه. صافي غير كتحسوا بها بدات كتنشف شويه، لان الشوكولاته البنات هذا غير شوكولاط كالا، وفي ساعه كي يبرد صافي غتبداو تشكلوا خطوط بهذا الشكل هذا، يعني كتكون مائله اولا مقاده. لاحظوا انا كنحاول يعني ننوع، ندير هكذا مايلين وهكذا مقادين. صافي تاخذوا واحد الورق ديال الزبده وتبداو هكذا كي تاخذوا مدلك ودوروا من الجوانب. لاحظوا البنات انا منين دورت من الجوانب. المهم هذا كيبقى تزيين ديال الشكلاط، وضروري نبغي نشاركه معكم للاستفاده. داكشي علاش اخواتي ما تنساونيش من لايك لهذا الفيديو، بارطاج، لكم جزيل الشكر. واللي مازال ما اشترك بالقناه يشترك ويزيد يشجعني اكثر واكثر. كذلك الطرطه الثانيه درت ليها هذا الكلاصاج اخواتي، ماشي الكلاصاج الاسود، هذا كلاصاج كان تبقى لي من الكلاصاج ديال الكراميل والكلاصاج ديال الكاسيس والكلاصاج شويه من الكلاصاج الاسود. داكشي علاش انا جمعت بيناتهم وعطاني واحد الكلاصاج على شكل اللون ديالو كيكون بني غامق. غير هنا البنات كيبان لكم اسود، ولكن هو اللون ديالو بني غامق. ان شاء الله البنات في الفيديو الماجي غنشارك معكم الكلاصاج الاسود اللي كنخدم به، كيجي غزال حتى هو. مهم اخواتي بالنسبه للكلاصاجات غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف باش هكذا ما يجيكمش الفيديو طويل. مهم راه الرابط ديال الكلاصاج كاين في صندوق الوصف، راه كيكون سهل بزاف ومخدوم غير بشوكولاط كالا، صراحه غزال بزاف. كذلك هذوك القلوبه الصغارين راني كلاصيتهم بنفس الكلاصاج الاولاني اللي شفتوا. وهذا القلب الكبير، الطورطه الكبيره على شكل قلب، لاحظوا اني كلاصيتها بالكلاصاج ديال نكهه الكاسيس. وشوفوا يعني في الجوانب شنو درت واحد شويه من الكلاصاج الابيض اللي كيكون فيه الملون الابيض، وكنبقاو نديروا هكذا كاينه يعني خطوط عشوائيه وصافي باش تعطينا غير واحد الشكل اللي هو زوين في الاخير. وان شاء الله غادي نشوفوا النتيجه كيفاش غادي تجي. وصافي ما تبقى لي نحاول نقاد الجوانب، وهكذا ان شاء الله غادي نحصلوا على واحد الشكل اللي هو زوين بزاف. من بعد ما استقطرات لينا هذيك الحلوه كتقاد تحيدوا لي هذوك الدموع اللي كيكونوا في التحت،
كتحيدوهم بسباتشيلا. وعاد هنايا كناخذ شويه ديال الفيتشين وكنحاول نغطي الحلوه ديالي. لاحظوا البنات راه غير من المنظر غادي تقولوا هذه حلوه كلاص. فالبنات كتجيب بنينه هاد الحلوه د لاكريم، كتجيب بنينه يعني صراحه مهم اعتمدوها في طلبياتكم، اعتمدوها خدموها لوليداتكم او لا الناس اللي باغين يدفعوا هكذا حلويات المحلات. كذلك هاد الطورطه او هاد الحلو ميني حلوه لاكريم على شكل قليب بالابيض، فتا هي كلاصيتها بهاد الكلاصاج ديال نكهه الكاسيس. وضروري البنات لاحظوا كندير بلاستيكه من التحت باش هكذا اللي غيتبقى لي في الكلاصاج دغيا يسهل عليا انني نجمعو. حتى هي غندير ليها بنفس الطريقه يعني شويه الكلاصاج الابيض وصافي. مهم غير ديكوراسيون هكذا كاينه خفيف. وبطبيعه الحال الانسان دائما نتفنوا شويه ونديروا شي حاجه من ريوسنا وهكذا كاينه يعني شي حاجه ديالتنا صراحه يعني كل مره كيبان لك شي شكل اللي هو جديد. وهنا لاحظوا حتى هي من بعد ما تسقطرت مزيان كنظفها من التحت وكندير ليها شويه الفيتين ضروري. وعاد غادي ان شاء الله نحطها باش نقدمها مع القلوبه الثانيين، هذوك الجوج ثانيين، باش نوريكم كذلك ان شاء الله الديكوراسيون ديالتهم بطبيعه الحال. دابا ان شاء الله نوريكم واحد الديكوراسيون اللي هو خفيف. خدينا واحد الورق ديال الزبده درتو على شكل كورني ودرت شوكولاط دايب وغادي نشكل هكذا كاينه بحال النقيطات، ولكن هما راه كيتزادوا مع ملي كديروا هكذا نقيطات راه كيتزادوا يكونوا صغارين ماشي كبار بزاف. وتحاولوا انكم تجروا غير بنفس الكورني، لاحظوا بهذا الشكل هذا يعني جروا غير بهذه الطريقه. اعطيكم هذا الشكل هذا زوين. نوريكم البنات شكل ثاني اللي درت هنايا دوائر اللي هي متوسطه يعني بلاحظوا مهم كديروا هكذا على شكل درهم تقريبا قد درهم بحال ما هكا. ونحاول انني نقادهم بحال ما هكا وفي نفس الوقت ديك الساعه كتاخذوا شي حاجه باش انكم تفينيوها. لاحظوا انا خديت غير شويه الفيتين وكنديرها من الفوق، يعني عندكم شي حاجه للتزيين ديروها من الفوق يعني حبيبات الشوكولات ولا شي لعيبه مهم شي حاجه للتزيين صافي. ودغيا راه غادي يشدوا في ريوسهم. وهنا ان شاء الله غنزين بهم. لاحظوا كيفاش كيجيو صراحه كيجيو غزالين يعني تزيين اللي هو خفيف وفي متناول الجميع. وكذلك هذا الشكل هذا ديال القليب غادي ناخذ هذوك الشكيلات ديال الشكلاط اللي درت معاكم وهكذا نوضعهم في الوسط. يعني صراحه جاو شكيلات اليوم زوينين وفي نفس الوقت اللي هما سهلين بكثير. اما بالنسبه لهذا الشكل هذا البنات فحيدتو من الكادر ديالو يعني لاحظوا في الجوانب كيفاش كتجي كلها بالكريمه. حتى هي ان شاء الله غنوريكم طريقه التزيين ديالها. اما بالنسبه للقلب البنات صراحه درت له غير هكذا كاينه شويه الكريمه من الفوق يعني غير بحال ما هكا يعني في الجانب الثاني. وخليت المكان اللي لتحت اللي بغى يكتب هكذا كاينه شي حاجه يعني له الاختيار يعني الناس اللي كيبغيو هكذا يكتبوا يعني كيبقى داكشي شوفوا هما شنو بغاو. ضروري كتخلي واحد المكان فارغ. وهذا الشكل هذا ديال الورده من بعد ما صوبت هذاك الشكلاط اللي في الاول وريتو لكم كنحيدو من يعني من بعد ما برد صافي كتحيدوه كتولي تحصلوا عليه بهذا الشكل هذا يعني الشوكلاط اللي هو مرولي. ولاحظوا الشكل ديالو كيفاش جا وكيفاش جاو هذوك النقيطات او ديك الرشات ديال الملمع الذهبي. من بعد ما وريتكم تزيين ديال الطورطات هنا غادي ندوزو لي طرونش. شوفوا لي طرونش من بعد ما حيدتهم من الكادر صافي كتحاولوا انكم تقادوا الجوانب بطبيعه الحال. ان شاء الله غنشارك معكم كذلك عدد الحبات ديال لي طرونش شحال كتخرج ليا وكذلك غنقول لكم السمك ديال طرونشه وحده يعني شحال كتكون فيها. هنا لاحظوا انني غنقطعها على 3. كنت راسي في الاول وضروري الموسى البنات كتسخنوه راني كنسخنو كنشعل البوطه. في الاول كنت كندير المطيب ولكن كتجيني طريقه شويه صعيبه اللهم كنشعل البوطه حدايا وكندوز هكذا كاين السكين من الفوق وصافي دغيا كيسخن. هنا غندوز نكلاصيهم. هذا الكلاصاج ديال الفاني يعني ما فيه حتى شي اضافات فيه فقط الكلاصاج الفاني كيجي هكذا اللون ديالو خفيف وشفاف وصافي. وخديت الكلاصاج ديال الكاسيس وغنحاول نوضع هكذا كاينه خطوط اللي هي عشوائيه او دوائر اللي هي عشوائيه بهذه الطريقه هذه صافي البنات. يعني ضروري هذا الشكل هذا كيكون عندي انا في كندفعو المحل. عاد كندير شكل اللي هو بهذا بكلاصاج واحد يعني ما فيش هكذا كاينه جوج الالوان. هذا الكلاصاج ديال الكاسيس حتى هو نحاول ان شاء الله
نكلاصي به. لاحظوا البنات ما كنخليش الكلاصاج ينزل لتحت، يعني حاولوا انكم تفينيو فقط من الفوق، غير من الفوق، غير بشويه لكم البنات. راه ان شاء الله غادي يتصاوب لكم. وهكذا الا بانت لكم شي حاجه نزلات تقادوها في الجوانب. صافي تنظفوا المكان ونبداو ان شاء الله القطعه الاخيره. هذا الكلاصاج الابيض ضفت ليه الملون الابيض باش كيعطيني لون ابيض اللي هو يعني باين. وصافي البنات، فغادي ان شاء الله نرجعهم شويه المجمد يشدوا في ريوسهم، ودابا ان شاء الله غاديه نبدا نقطعهم. كنخليهم واحد المده ديال 5 دقائق. هنا البنات كيف ما قلت لكم السكين كندوز شويه فوق فوق يعني كنشعل البوطه غير هكذا، غير شويه، وكنحيدو وكنبدا نقطع. كيتقطع ليا بكل سهوله. لاحظوا هاد لي طرونش كيفاش جا فيهم هذوك الدوائر عشوائيه. بالنسبه لهاد لي طرونش اخواتي، بالنسبه للقياس ديالهم في الطول راه كتكون فيهم 10 سنتيم وفي العرض 4 سنتيم. كنديرهم في هاد الشبيكات هادو، وشوفوا الشكل ديالو البنات كيفاش كيجي غزال صراحه. وصافي اخواتي غنستمر بنفس الطريقه باش نقطع معكم الشريط الثاني ديال لي طرونش. بطبيعه الحال كنحيدوا الجوانب وكنبداو نقطعوا. بالنسبه لهاد الشريط غنخرج منه 8 ديال القطع، يعني في المجموع ديال القطع اخواتي ديال لي طرونش غتكون عندي 24 حبه. 24 حبه ان شاء الله غندفعها بواحد الثمن اللي هو مناسب ليا. وعلاش لا نتوما اخواتي تبغيو تبداو في هاد يعني تبداو تخدموا على ريوسكم، علاش لا اللي ما يعني توليو هكذا تخدموهم في البيوت ديالكم، راه ان شاء الله غادي تنفعوا بهم اكيد. كذلك هاد الشريط الثاني الابيض هو قطعته بنفس الطريقه. صافي شوفوا كيفاش كيجي صراحه، كيجي لوين اللي هو غزال وسامبل. وان شاء الله نوريه لكم عن قرب باش تشوفوه كيفاش هو كيجي. الا عندكم داك السيبور ديروه، ما عندكمش ديروا غير هاد الشبيكات البنات. هانتوما شوفوا الشكل كيفاش كيجي صراحه كيجي غزال. شوفوا لا ما عندي الكلاصاج. المهم اخواتي هنا ان شاء الله من بعد ما ساليت غندوز نزينو. هنا درت بقات لي كريمه ديال نكهه كاسيس الغوزيه، فحاولت انني ندير منها هكذا كاينه وريدات من فوق سامبل. وهنايا كريمه البيضاء حتى هي درت هكذا كاينه ببوش اخر يعني وغير على الاولاني، درت غير شويه. وهنا البنات غندير غير هذاك الشكلاط اللي وريتكم الطريقه ديالو. وصافي يعني داكشي اللي خدمت معكم البنات هو اللي زينت به، ما زدتش حتى شي اضافه اخرى من غير داكشي يعني شي حاجه اللي هي ما وريتهاش لكم بطبيعه الحال. فكنتيجه البنات من بعد ما ساليت شوفوا لا كوموند البنات كيفاش جات، يعني صراحه عجبت الكليان بزاف. ويعني كل مره كنحاول ندير شكل جديد، كل مره نحاول نبهرهم شي حاجه اللي هي زوينه بطبيعه الحال. فكيف ما قلت لكم هاد الحلويات بالنسبه للثمن ديالهم، بالنسبه للبنات لهاد الطورطات اللي كتشوفوا اللي وريتكم، راه كل وحده هذه شكل الورده راه كتوزن كيلو. اما الشكل ديال القلب راه كيوزن تقريبا شي كيلو ونصف. وهادو القلوبه البنات كيوزنوا 300 غرام الوحده، يعني وزنتها بعد الفينيسيون عطاتني 300 غرام. وكذلك هادو لي طرونش اللي بعد ما ساليتهم لاحظوا كيفاش تيكونوا كيجيو حتى هما غزالين، حتى هما ان شاء الله غندفعهم لثمن الحبه. بالنسبه للثمن اخواتي ان شاء الله غنشاركو معكم. بالنسبه لهاد لي طرونش كنبيعهم ب6 دراهم الحبه، بامكانكم تبيعوهم ب7 دراهم لانه راه كيتعاود فيهم البنات البيع. اما بالنسبه لهاد الشكل ديال القلب والشكل ديال الورده راه كيدوزو ب90 درهم الوحده. وشكل القلب اللي هما صغارين يعني ميني حلوه القلوبه او ميني حلوه لاكريم فكندوزهم ب30 درهم الحبه. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. تهلاو ليا في ريوسكم الى فيديو قادم، مع السلامه.